عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفة قطنية جميلة خالص زي اللي متعودين عليها. معايا كل حاجات متوفرة في البيت. معايا كوباية سكر، كوباية لبن، وكوباية زبادي كانت عندي برضو. معايا كوباية سمن، وكمان معايا بيضة والكاكاو. وطبعا الخميرة انا عملتها، الخميرة حطيت عليها مية دافية وعليها معلقة سكر وسبتها لغاية ما فارت بالشكل ده عشان اتأكد ان هي تمام ولا لا زي ما معلماكم. وطبعا معايا فانيليا، ومعايا كيس بيكنج باودر، ومعايا كيلو من الدقيق. يلا بقى عشان نشتغل ونشوف الحركات والتريكات. هبتدي احط كل المكونات بتاعتي كده بالشكل ده. هحط السكر، هحط اللبن، كوباية اللبن دي كاملة الدسم، واحط كوباية الزبادي. صلوا كده على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وأحط السمنة، الله أكبر. أحط الخميرة بتاعتي، كل ده هحطهم وهدوبهم مع السكر بتاعي عشان العجينة النهاردة حلوة، فأنا حاطة فيها كوباية سكر علشان هنعملها بالشوكولاتة والكاكاو كمان. وهضيف كمان بروتين بيضة على الوصفة اللي زي العسل. يلا كده هبتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض لغاية ما السكر بتاعي ما يدوب. حط الفانيليا، ما دمت حطينا البيض يبقى هضيف الفانيليا اهو. انا الفانيليا بتاعتي فانيليا بالبرتقال، هتبقى ريحتها حلوة خالص للمخبوز بتاعي اهو. حطيتها كده برضو. يلا بقى اقلب كل المكونات دي لغايه ما اتاكد ان السكر داب معايا، ليه لما هحط الدقيق والبيكنج باودر بتاعي. صلوا كده على النبي. واحنا بنقلب ما ننسوش رشة الملح، سنة عن النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الحركات والتركات؟ هنقلب كل المكونات دي ببعض وارجع لكم. يلا ضربت كل المكونات دي بتاعتي واتاكدت ان السكر بتاعي كله داب. معايا كيلو من الدقيق، احط عليه كيس من البيكنج باودر كده كامل بالشكل ده اهو. هروح اديهم كده قليبه وابتدي احط الخليط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا كده على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وابتدي كده اشرب الدقيق كده اهو عشان ابتدي اعجنهم في بعض اهو بالشكل. يلا كده هبتدي كده اشربهم كده اهو، واحط بعد كده ايدي اعجن العجينة واظبطها لغاية ما تبقى العجينة بتاعتي في حتة تاني خالص بتاعت المخبوز بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي كده اعجن. يلا كده انا هاخد مفروض منها حته، هديها حته في طبق تاني في البولة اللي احنا كنا حاطين فيها السوائل بتاعه العجينه، علشان هضيف عليها كاكاو اهو كده اهو، عشان اضيف عليها الكاكاو بتاعي بالشكل ده. معايا هنا في حدود معلقه كبيره هرميه من الكاكاو الخام الغير محلى،
وابتدي يلا اعجنها برضو دي كده، عشان انا يعني مش هعمل لكم ابيض بس العجينه، لا ده انا هدلعكم النهارده كمان واعملها لكم بالكاكاو. الله 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 الله. بصراحه انا استحق ان انتوا تحطوا لي لايك في الفيديو. يلا يلا وانا بعجن انزلوا حطوا لايك للفيديو علشان نكمل احلى وصفات عندي انا وبس. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. شايفين الجمال؟ واعجن دي برضو كده كويس لغايه ما ايدي كلها تنضف من العجينه نفسها والبوله تنضف اهو. شايفين ازاي؟ هكمل كده عجن فيها وهغطيهم واسيبهم يخمروا وارجع لكم علشان نشوفوا هنعملوا ايه في وصفه معجنات زي العسل بتاعت النهارده اللي محشيه شوكولاته. سلام. كده بعد ما سبتهم وخمروا، شايفين الحركات والتركات؟ معايا دي اللي بالكاكاو ودي السادة. همسك بتاعت الكاكاو كده اهو، العجينة بتاعت الكاكاو احطها على جنب وهبتدي بالابيض. هبتدي كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا هنا كده على الرخامة رشة لا تذكر من الدقيق. طب ليه؟ علشان بس الغرض ان هي ما تلزقش معايا على الرخامة بتاعتي. وابتدي كده انزلها واقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الحركات والتركات؟ اطلع كل اللي في البولة بتاعتي كده بالشكل ده اهو، وابتدي افرد العجينة اهو. صلوا كده على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وافرد العجينة بتاعتي وكده. بعد ما فردت العجينة البيضة عندي زبدة، وابتدي كده افرد الزبدة عليها بالشكل ده اهو. زبدة بيضة، اللي عايز يستخدم زبدة الصفرة ماشي. ابتدي كده اضيف كل الزبدة عليها بالشكل ده وكده. بعد ما فردت العجينة البيضة وحطيت الزبدة وحطيت على طول عليها العجينة اللي بكاكاو التانية. هعمل ايه؟ يلا هبتدي اقطع عشان نشكل المخبوزات بتاعتنا. هنشتغل ازاي؟ هاخد كده اهو بالشكل ده كده. انا عاملاها عريضة شوية، اديكم هتعرفوا انا ليه عملتها بالشكل ده اهو كده كده. شايفين ازاي؟ وهبتدي يلا من هنا وهروح عاملاها كده بالنص، وهاجي كده في الطرف ده اروح عاملاها كده 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 اهو اهو. شايفين ازاي؟ واروح ماسكه كل طرف من الاطراف دي اروح عاملاها بالشكل كده. شايفين ازاي؟ بقت شكلها في حتة تاني خالص اهو. الله 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 كده. واروح لفاها كده رول اهو. شايفين ازاي؟ كده 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 اهو. طبعا انتوا عرفتوا دلوقت انا بعمل حاجة شبه وصفة تانية. عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات الوصفة دي اسمها ايه. شايفين ازاي حلوة؟ احنا ممكن نكمل كله كده مع بعض برضو اهو. الناحية التانية هاخد كده اهو اهو اهو. شايفين الحركات والتركات؟ شايفين ايه الجمال؟ واروح امسك كده واروح لفاها رول كده اهو اهو. شايفين ازاي؟ اهو اهو. يا حركاتك يا تركاتك يا شيف ندى. شايفين ازاي؟ صلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وانتوا شغالين في المطبخ على طول صلوا على النبي واذكروا كده ربنا
عشان الحاجة تطلع بتاعتكم زي العسل. هعمل ايه؟ معايا هنا شوكولاتة مقطعة، هروح اخدها احطها بالشكل ده كده اهو في المخبوز بتاعي اهو، واحط الناحية التانية برضو كده بالشكل ده. هبتدي الف اهو اهو اهو، شايفين ازاي؟ واروح لفاها كده 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 عشان يديني الشكل الحلو بتاع المخبوز كده. شايفين ازاي؟ كملي لف، وبعد كده هحطها دي بعيد عن دي كده اهو، واظبط الشكل بتاعي. ابتدي كده اشتغل عشان ابتدي نشكل اهو. عملتها بالشكل ده، وبعد كده ابتدي اعمل خطوط كده بالسكينة اهو بالشكل ده كده. احط الشوكولاتة اهو وابتدي هلف ازاي بالشكل ده كده. احط دي كده اهو كده كده. طيب هعمل ايه؟ هروح امسك كده واحدة واحدة كده واروح عاملة لها كده اهو، عاملة لها كده لغاية ما اظبط الشكل اللي انا عايزاه اهو اهو كده كده. طب والاطراف دي هدخلها تحتيها اهو كده، وبعد كده اروح ماسكاها ومدخل الاطراف دي تحتيها بالشكل ده. شايفين ازاي؟ بقت شكلها في حتة تاني خالص وزي العسل. وابتدي كده ارص في صينية البقرة، في صينية البركة بتاعتي. وما تنسوش تصلوا على النبي. شايفين الحركات والتركات؟ بعد ما خلصت كل العجينة بتاعتي، شايفين الحركات والتركات بتاعت وصفات ندى الشطورة. هسيبهم يلا كل العجينة بتاعتي دي تخمر المخبوزات بتاعتي، وارجع لكم عشان اوريكم الحركات والتركات بعد ما طلعته من الفرن وسبته يهدى شوية. شايفين الحركات والتركات؟ حاجة كده في حتة تاني خالص، كلهم احلى من بعض. شايفين الحركات والتركات بتاعته؟ حاجة كده روعة وغرقانة خالص شوكولاتة من جوه. شايفين ازاي؟ طري هش واقتصادي، يا دوبك من شوية حاجات عندنا في البيت عملنا أحلى مخبوز عندنا. ومش هقول برضو اسمه ايه، انتوا اللي هتكتبوا لي في التعليقات اسمه ايه ده. بصوا كده الهشاشة بتاعته من جوه، وانه ازاي هو قطني. شايفين الجمال والحركات بتاعت الوصفة بتاعتي؟ لو عجبتكم بقى الوصفة بتاعت النهاردة ما تنسوش تعملوا لي احلى لايك وسبسكرايب للقناة. لو عجبتكم الوصفة بتاعت النهاردة في المخبوزات الحلوة اللي محشية بالشوكولاتة، لو عجبتكم الوصفة بتاعتي تنسوش تعملوا لي احلى لايك وسبسكرايب للقناة. لو عجبتكم وصفات ندى الشطورة، السلام عليكم.